كتير مننا ما كانش بيحب التاريخ ولا كان بيحضر حصص التاريخ في المدرسة، ممكن عشان الأحداث اللي كنا بندرسها الكل كان عارفها وخلونا نحفظها غصب عننا، لكن الحقائق التاريخية اللي ميعرفهاش أغلبية الناس هي اللي بتخلي التاريخ ممتع فعلا. يعني انت تعرف ان أطول سنة في التاريخ كانت بتزيد عن 445 يوم، أو إن هتلر ساعد في تصميم عربية لغاية دلوقتي إحنا بنستخدمها. عشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن 14 حقيقة تاريخية ممكن أغلبية الناس ميكونوش عارفينهم. أغسطس قيصر كان أغنى راجل عاش في التاريخ. الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر كان عنده ثروة لو حسبناها بقيمة التضخم في عصرنا الحالي فهنلاقي إن قيمة ثروته بتقدر بحوالي 46 تريليون دولار. ملحوظة صغيرة كده، التريليون يعني 1000 مليار. تاني معلومة وهي إن الإسكندر الأكبر اتدفن حي. الإسكندر الأكبر طبعا معظم الناس عارفينه، واللي أنشأ أكبر إمبراطورية عرفها العالم، واللي امتدت من بلقان لغاية باكستان، وده لما كان عمره حوالي 32 عام. لكن في صدمة جاية في الموضوع، وهو ان في عام 323 قبل الميلاد مرض الاسكندر الاكبر، وبعد 12 يوم من الصراع مع المرض والالم الشديد اعتقد كل اللي شافه ان توفى، لكن ما ظهرش على جثته اي علامات للتحلل او التعفن لمدة 6 ايام كاملة. وبيعتقد علماء العصر الحديث ان الاسكندر الاكبر عانى من اضطراب عصبي واللي معروفة بمتلازمة جيلان باريه، وبكده يكون الاسكندر كان مشلول بس لكن ما ماتش موت فعلي، يعني كان فاقد للحركة لكن ادراكه العقلي كان حي، وبكده يبقى هم دفنوه هو حي. المعلومة رقم 3 وهي ان اشهر قرصان في تاريخ العالم كانت واحدة ست، واللي كان اسمها تشينج شي، ومن اسمها كده عزيزي المشاهد نعرف انها اكيد صينية، وكانت شغالة في الصين شغل من اللي بيغضب ربنا، واشتراها قائد اسطول اسمه اسطول العلم الاحمر، وبعد كده اتجوزها. لكن على الرغم من شغلها اللي كان بيغضب ربنا ده واتجوزها وقلنا ماشي، لكن مش بس اعتبرها مجرد زوجة ليه، ده كمان اعتبرها مساوية ليه في كل حاجة، وبقت قائدة قرصنة في الاسطول نفسه، لدرجة ان بعد وفاة جوزها اصبحت هي قائدة الاسطول ده، وتكون تحت قيادتها اسطول العلم الاحمر من اكتر من 300 سفينة حربية مع اكتر من 1200 سفينة دعم اضافي، وكان عندها من 40 ل 80 الف رجل وامرأة وطفل، وكانوا بمثابة عصابة في المياه الصينية، لدرجة ان الحكومة الصينية اصدرت عفو عن تشينج شي واسطولها بالكامل عشان بس يخرجوا من البحار بتاعتهم. المعلومة رقم 4 معانا وهي ان الفايكنج هم اول ناس اكتشفوا امريكا. قبل حوالي نص عام من استكشاف كريستوفر كولومبوس لامريكا، نزل زعيم الفايكنج اللي اسمه ليف إريكسون من جرينلاند على جزيرة نيوفاوندلاند في عام 1000 بعد الميلاد، واستقر الفايكنج بقيادته هناك، واكتشفوا اللابرادور واستقروا كمان شمالا في كندا. المعلومة رقم 5 وهي ان في اسيا القديمة كان الموت على يد الفيل شكل شائع من اشكال الاعدام، عشان الفيلة بتبقى ذكية وسهلة التدريب فثبت عنها سهولة تعلمها وكمان سهولة تدريبها على التعذيب، فممكن تعلمهم كسر العظم الشخص ده بشكل بطيء او سحق جمجمة اي شخص. وكانت طريقة الاعدام دي منتشرة جدا في بعض اجزاء اسيا واللي استمرت لحد القرن ال19. المعلومة رقم 6 معانا وهي ان المانيا بتكتشف كل عام حوالي 2000 طن من القنابل الغير متفجرة. على مدار الحرب العالمية الثانية أسقطت جيوش الحلفاء إلى ما يقرب من 2 مليون و700 ألف طن من القنابل الغير متفجرة على أوروبا اللي احتلها النازيون، ونص الكمية دي نزلت بالتحديد على ألمانيا. وقبل ما يتم أي شكل من أشكال البناء على أي أرض في ألمانيا لازم الأرض دي تخضع لمسح مكثف عشان يعرفوا المنطقة دي فيها قنابل غير متفجرة ولا لأ. وفي بعض الأوقات بيتم اكتشاف قنابل بشكل طبيعي، يعني على سبيل المثال في عام 2011 تم إجلاء 45 ألف شخص من بيوتهم لما كشف الجفاف اللي حصل في نهر الراين إن في قنبلة ضخمة بتزيد عن 4000 رطل في المكان ده، وهو قاع نهر الراين. وننتقل من ألمانيا لفرنسا واللي بنوا خلال الحرب العالمية الأولى مدينة باريس تانية لكنها كانت مزيفة، ومع استكمال نسخة طبق الأصل من شارع الشانزليزيه وجارد دو نورد تم بناء مدينة باريس تانية مزيفة من قبل الفرنسيين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، كوسيلة يعني عشان يتخلصوا من القذائف اللي بيرميها عليهم الطيارين الألمان واللي كانوا بيطيروا فوق الأجواء الفرنسية، حتى إنها كانت بتحتوي على سكة حديد وكانت بتنور عند نقط معينة، وده عشان يوهموا الطيارين الألمان بشكل مظبوط. المعلومة رقم 10 معانا وهي إن أيسلندا بتمتلك أقدم برلمان في تاريخ العالم واللي أطلق عليه اسم ألسين،
واللي تأسس في عام 930 وبقى بمثابة البرلمان بالوكالة في أيسلندا، واللي استمر من اليوم ده لحد يومنا دلوقتي. المعلومة رقم 11 وهو إن كان عام 46 قبل الميلاد هو أطول عام في تاريخ البشرية، واللي اتكون من 445 يوم، وأطلقوا عليه لقب الارتباك السنوي أو عام الارتباك. وشهد العام ده شهرين كبار إضافيين واللي أضافهم يوليوس قيصر، يعني باختصار حب يحط التاتش بتاعه. المعلومة رقم 12 معانا وهي إن كليوباترا ما كانتش مصرية، وهنا طبعا بنتكلم عن كليوباترا الشخصية التاريخية مش علبة السجاير. وفي الحقيقة هي كانت جزء من سلالة بطليموس. لكن مين بطليموس ده؟ هو كان واحد من الجنرالات تبع الاسكندر الأكبر. طبعا كلنا عارفين الاسكندر الأكبر واللي هو أنشأ مدينة الإسكندرية، وسميت الإسكندرية طبعا على اسمه. معلومة إضافية بقى عن سلالة بطليموس دي وهي إن جميع الذكور في السلالة دي كلهم كانوا بيتسمى بطليموس. المعلومة رقم 13 معانا وهي إن الاتحاد السوفيتي حاول القضاء على ذكرى جنكيز خان في أثناء حكم الحقبة السوفيتية في أواخر القرن العشرين. كان مجرد بس إنك تذكر اسم الفتح العظيم جريمة ضد الاتحاد السوفيتي. ده كمان محوا السوفيت قصته من الكتب المدرسية، وبعد حصول منغوليا على استقلالها في أوائل التسعينات استعاد مكانته اللي بيستحقها كبطل قومي لمنغوليا، وظهر في الفن والثقافة الشعبية. ده كمان طبع صورته على العملة المنغولية. المعلومة رقم 14 والأخيرة معانا في فيديو النهاردة وهي إن هتلر ساعد في تصميم سيارة فولكس فاجن بيتل، وتم تصميم العربية دي كجزء من المبادرة اللي أحياها هتلر، وهي إنشاء سيارة سماها سيارة الناس. وهدف المبادرة دي إنها تكون سيارة عملية وبأسعار معقولة ويقدر جميع طبقات الشعب إنهم يشتروها. وفي الواقع لو إحنا جينا نترجم اسم الشركة المصنعة للسيارة ديت وهي فولكس فاجن للغة الإنجليزية، فهنلاقي إن معناها بيبلز كار، واللي معناها طبعا بالعربي سيارة الشعب أو سيارة الناس. من المعتقد إن ما يقرب من 97% من تاريخنا ضاع بمرور الوقت، ناهيك عن جميع الروايات التاريخية المفقودة في العالم. عشان كده أنا مش مستغرب إن كل اللي نعرفه عن تاريخنا هو مجرد لقطة من كل حاجة. وبدأت الروايات المكتوبة للتاريخ من حوالي 6000 عام بس، وظهر الإنسان الحديث لأول مرة من حوالي 200 ألف سنة. عشان كده في فجوة زمنية ضخمة بتقدر بحوالي 194 ألف سنة. فعشان كده بنتساءل فعلا إيه اللي حصل في تاريخنا المفقود. كده خلص فيديو النهاردة، نلقاكم بإذن الله في فيديو جديد. سلام.